في وسط صحن الجامع الأموي الشهير تقف البحيرة التاريخية، شاهدة على أكثر من 13 قرناً من تاريخ دمشق. وعندما أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك ببناء الجامع في مطلع القرن الثامن الميلادي، كان الماء عنصراً أساسياً في تكوين هذا الصرح العظيم. يضفي عليه جمالاً وسكينة، ويخدم المصلين وزواره على مر العصور. وقد وصف الرحالة والمؤرخون الذين زاروا دمشق هذه البحيرة بأنها درة الصحن وقلبه النابض، تنعكس على مياهها ألوان السماء وروعة العمارة الأموية. ورغم ما شهده الجامع من زلازل وحرائق وعمليات ترميم متعاقبة، بقيت البحيرة حاضرة في ذاكرة المكان، تواصل جريانها كما فعلت منذ قرون. واليوم، وبعد مضي أكثر من 1300 عام، لا يزال الماء ينساب في هذا الموضع العريق، لكن الوجوه التي تحيط به تتجدد مع الزمن. فهؤلاء الأطفال الذين يتراشقون بالماء وتعلو ضحكاتهم في أرجاء الصحن هم امتداد لحياة لم تنقطع عن هذا المكان منذ قرون طويلة. وتلك الطيور التي تحط على حافة النافورة لتشرب من مائها تضيف إلى المشهد لمسة من السلام والعفوية. هنا يلتقي الماضي بالحاضر، تاريخ عريق تحمله الحجارة والمياه، وحياة متجددة تنطق بها ضحكات الأطفال ورفرفة الطيور. وتبقى البحيرة كما كانت على الدوام، شاهدة على أن دمشق مدينة يجتمع فيها عبق التاريخ وجمال الحياة في مشهد واحد.